النهارده هنحكي حكايات حقيقية عن أغرب محاكمات حصلت في التاريخ. لو قلت لك إن في وقت من الأوقات كان في حيوانات بتتحاكم قدام المحكمة وجثة طلعت من قبرها واتحاكمت وقرية كاملة شنقت جيرانها، هتفتكر إني بهزر صح؟ كل ده حصل فعلا ومش أساطير، في محاكمات رسمية متسجلة في كتب التاريخ. خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! في فرنسا في القرن ال 14 سنة 1386 في مدينة صغيرة اسمها فاليس، كان في خنزيرة اتهموها إنها هجمت على طفل صغير وقتلته، والناس وقتها ما كانوش شايفين إن الحيوانات مجرد كائنات، لا كانوا شايفينها جزء من المجتمع، ولو عملت جريمة لازم تتحاكم زي البني آدم بالظبط. الخنزيرة اتقبض عليها رسمي واتحبست في مكان مخصوص، وكمان جابوا لها محامي علشان يدافع عنها، لا وكمان اتكتب محضر فيه كل حاجة، وبعدها اتعملت لها محكمة قدام القاضي والناس. المحكمة في الآخر حكمت عليها بالإعدام، والحكم اتنفذ في ميدان عام. والأغرب من ده كله إن في سجلات رسمية محفوظة لحد النهاردة فيها تفاصيل الموضوع ده، مصاريف الجلاد، أجرته، وتكاليف نقل الخنزيرة، وحتى تمن الجوانت اللي كان لابسه الجلاد علشان ينفذ الحكم. يعني القصة مش إشاعة ولا حكاية منقولة، دي مثبوتة في أوراق رسمية من القرن ال 14، والمدينة نفسها محتفظة بيها في الأرشيف، والباحثين لقيوها ونشروها. وفي فرنسا برضه في القرن ال 16 في مدينة أوتون، ودي من أشهر وأغرب المحاكمات اللي بيستشهد بيها المؤرخين لحد النهاردة. الموضوع بدأ لما الفئران بدأت تنتشر بشكل كبير في المزارع والغيطان وبتبوظ المحاصيل. الفلاحين قرروا إنهم يرفعوا دعوى قضائية ضد الفئران، والله زي ما سمعت، دعوى رسمية ضد قطيع من الفئران، والمحكمة استدعت الفئران، وده في حد ذاته كان إجراء رسمي. اتكتب إن على الفئران إنها تحضر في الجلسة، وهنا بيجي دور المحامي شانسيه اللي كان لسه في بداية مشواره المهني. الراجل ده مسك القضية ودافع عن الفئران بكل جدية وكأنهم فعلا عملائه. أول حاجة قالها للقاضي إن الاستدعاء غير عادل، ليه؟ لأن الاستدعاء حصل في أوتون بس، ولكن الفئران متوزعين في كل القرى حوالين المنطقة، فلو عايزين المحاكمة تبقى قانونية لازم يتبعت استدعاء رسمي لكل الأماكن اللي موجودة فيها الفئران علشان يوصل لهم الخبر ويبقى عندهم حق الحضور. وبعد ما خلص النقطة دي دخل في النقطة التانية، قال حتى لو الاستدعاء وصل، الطريق من القرى لقاعة المحكمة خطر جدا. ليه؟ لأن القطط مرصوصة في الطريق، والفئران حياتها مهددة لو حاولت تيجي، ودي مخاطرة ما ينفعش يتحملوها، فلازم يا إما المحكمة تأمن الطريق يا إما تأجل الجلسة لحد ما الظروف تبقى آمنة. الكلام ده كان تحفة في المنطق بالنسبة لعصرهم، لأنه بيطبق القواعد القضائية على وضع عبثي. والقاضي قعد يسمع بجدية، والمرافعات اتسجلت وفضلت محفوظة في كتب القانون وقتها. نيجي لسويسرا سنة 1474 في مدينة بازل. القصة هناك إن ديك اتقبض عليه وتقدم للمحاكمة، والسبب إنه باض بيضة، وده في عقلية الناس وقتها كان حدث مرعب، لأن الديك ذكر يستحيل يبيض. فلما حصلت الحكاية دي اتفسرت على طول إنها علامة شيطانية. المعتقد الشعبي والعلم وقتها كان بيقول إن البيضة اللي بيبيضها الديك دي ممكن يطلع منها كائن أسطوري مرعب، بيتصوروا إن ليه جسم أفعى وجناحات ديوك، واللي يطلع من البيضة دي يبقى أداة في إيد السحرة والساحرات. الموضوع كبر بسرعة، والديك اتاخد قدام القاضي واتعملت له محاكمة علنية بحضور أهل المدينة، والاتهام كان إنه أداة من أدوات الشيطان ومصدر خطر على المجتمع. المحكمة حكمت بحرقه حي قدام الناس، وفعلا اتحرق، والناس اتجمعوا في الميدان يتفرجوا على المشهد زي ما يكون عرض. في أواخر القرن ال 15 في مدينة لوزان في سويسرا ظهر نوع من الحشرات اللي كانت بتنتشر في الأراضي الزراعية وبتبوظ المحاصيل بشكل كبير، لدرجة إن الفلاحين ما كانوش قادرين يسيطروا عليها، والنتيجة طبعا خسارة المحاصيل. الفلاحين وقتها راحوا للكنيسة علشان تتدخل، لأن قانون الكنيسة كان هو المرجع الأعلى مش بس للناس لكن لأي كائن حي ممكن يهدد المجتمع. وفعلا المحكمة أصدرت قرار رسمي باستدعاء الحشرات، والله استدعاء رسمي يتقري قدام الناس ويتعلق في القرى، بيقول للحشرات إن عندها مهلة زمنية معينة تسيب الأراضي وتمشي، وإلا هيتفرض عليها حزم كنسي. النصوص دي متسجلة في ملاحق كتب قديمة موجودة لحد النهاردة. يعني بدل ما يجيبوا مبيد حشري كانوا بيجيبوا محامي أو قسيس يكتب إنذار رسمي للحشرات ويدوها فرصة تراجع نفسها وتمشي. وفي مارسيليا سنة 1596 كان في حكاية مع الدلافين. الصيادين وقتها حياتهم كلها كانت معتمدة على الشباك والبحر، يرموا الشباك البحر يلاقوا الدلافين داخلة تقطعها وتبوظ الشغل كله. المشكلة بقت كبيرة لدرجة إن الصيادين ما كانوش عارفين يشتغلوا ولا يجيبوا أكل لبيوتهم. دلوقتي إحنا لو حصل كده هنقول يا عم غيروا مكان الصيد أو اعملوا شباك أقوى، دوروا على حل عملي. بس هم زمان كانوا بيفكروا بطريقة تانية خالص، أو ما كانوش بيفكروا أصلا. إن أي حاجة تعمل مشكلة لازم تدخل تحت القانون. وفعلا الصيادين قدموا شكاوى رسمية، يعني مش هزار، الموضوع كان رسمي، كأنهم بيرفعوا قضية على الدلافين. بس الحمد لله الموضوع ما وصلش للمحكمة زي الخنزيرة اللي اتعدمت في فرنسا أو الديك اللي اتحرق في بازل، لكن كان في مسار قانوني، ورق رسمي، قرارات. واللي يضحك في الموضوع إن كل ده علشان الدلافين بيلعبوا ويجروا ورا السمك.
وزي ما شفنا الحيوانات كان ليها نصيب كبير من قاعات المحاكم في أوروبا في القرون الوسطى، السياسة والدين كمان كان ليهم نصيب. في روما سنة 897 حصل مشهد دخل التاريخ باسم مجمع الجثة. البابا ستيفن السادس قرر يطلع جثة البابا اللي قبل من القبر ولبسه الملابس البابوية وقعده على الكرسي زي ما يكون عايش، وبدأ محاكمة حقيقية لجثته. التهم كانت انتهاك قوانين الكنيسة وتحايل على الكهنة وكمان حلفان بالباطل. واللي يضحك إن كان في محامي واقف بيدافع عن الجثة، والمحكمة حكمت عليه غيابيا وهو حاضر. قصوا له 3 صوابع من ايده اليمين اللي كان بيبارك بيها وبعدها رموه في البحر. لكن الناس شافوا ان ستيفن عدى حدود العقل والدين، فقامت الدنيا عليه وبعدها بشهور اتقبض عليه واتحبس وانتهى بيه الحال مخنوق جوه السجن. اللي يخلينا نفكر ان العقليه اللي بتحاكم حيوان او حتى دوده في الغيط هي نفس العقليه اللي ممكن توصل بيها الغرابه انها تحاكم جثه وتعمل منها فرجه علنيه. وكل ده متسجل وموجود في كتب التاريخ، مش اشاعه ولا اسطوره. وفي امريكا سنه 1692 وبالتحديد في قريه سالم، الجو وقتها كان مشحون بخوف رهيب من السحر. يعني اي مرض غريب او تصرف غير مألوف كانوا بيفسروه دايما ان هو عمل شيطاني. ومع وجود خصومات بين العائلات على الاراضي والنفوذ، الهستيريا الجماعيه مسكت في الناس زي النار في الهشيم. النتيجه ان عشرات اتقبض عليهم وتقدموا للمحاكمات والاتهامات كلها بالسحر. 19 شخص اتشنقوا فعلا، وواحد رفض يرد على اسئله المحكمه فقرروا يعذبوه، حطوا حجاره تقيله على صدره لحد ما مات. وبعد الكارثه دي بسنين بعض القضاه نفسهم حسوا ان اللي حصل كان ظلم. واحد منهم وقف قدام الناس واعترف بخطأ واعتذر علنا. وفي الاخر لما نجمع كل القصص دي نلاقي ان العصور القديمه كانت بتحاكم الحيوانات والجثث والصحراء لانها ما كانتش لاقيه تفسير تاني، والعقل وقتها كان شايف ان ده عدل. تفتكروا بقى ان احنا دلوقتي بعيد فعلا عن النوع ده من المحاكمات، ولا ممكن نشوفه بيرجع لنا بشكل جديد ومختلف؟ اكتبوا لي في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.